حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال. حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه هي الأيام تمضي، صمنا وقمنا وتلونا القرآن وسمعنا، فماذا فعل القرآن في قلوبكم يا أهل الإسلام؟ يا له من سؤال يحتاج إلى جواب. ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ إخوتي، إنني أريدكم في هذه الحلقة أن تحبوا الله. وقد سبق معنا أن قلنا أن الدعاوى أغلظ حجاب بين العبد وبين ربه، أن تدعي. أريدك في هذه الحلقة أن تستشعر بقلبك يرفرف حبا لله جل جلاله، وتأمل معي، تدبر هذه الآيات، وكيف أن الله جل جلاله يتحبب إلى عباده. سبحان الله الكريم، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، يعطي بغير حساب، يرحم ويغفر، يعفو ويستر، يلطف ويرحم جل جلاله. اسمع بقلبك قول ربنا جل جلاله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. سبحان الله العظيم. يريد الله ليبين لكم. الله جل جلاله رحيم، قال سبحانه: ولو شاء الله لأعنتكم. يعني ربنا كان يقدر يتعبكم، كان يستطيع جل جلاله أن يشق عليكم، ولو شاء الله لأعنتكم. لكن ربنا جل جلاله من رحمته أنه كتب على نفسه أن يهديك. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى وهديناه النجدين.
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يريد الله ليبين لكم. ربنا بيوضح لنا كل حاجة ويعرفنا كل حاجة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يبين لكم السنن اللي ضيعت اللي قبلكم، السنن اللي هدت اللي قبلكم، السنن اللي ثبتت اللي قبلكم، السنن اللي قربت اللي قبلكم، السنن اللي جعلت من قبلكم يضلون، السنن. يبين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليتوب عليكم. الله يريد أن يتوب عليكم جل جلاله، فما بال الإنسان لا يريد أن يتوب ويتوب عليكم والله عليم حكيم. لا لا لا، مش بس كده، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله. والله يريد أن يتوب عليكم. تاني الملك جل جلاله ربنا العظيم يؤكدها. والله يريد أن يتوب عليكم. الجملة كلها الأولانية فيها ويتوب عليكم، وبعدين تاني والله يريد أن يتوب عليكم. وربنا سبحانه وتعالى يذكر لك سبب ضياعك، سبب ضلالك، سبب شذوذك وخروجك عن الصراط المستقيم، سبب بعدك، سبب وقوعك في الشهوات. مين؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنكم تميلوا ميل زي الميل ده كده، أن تميلوا ميلا عظيما، إنكم أنتوا تعيشوا في ميل. سبحان الله العظيم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله هذه الآية يعني آسرة. والله يريد أن يتوب عليكم. ودايما الحديث القدسي اللي كل ما أقرأه أو أسمعه أو أقوله يعني يدفع إلى حب الله أكثر. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله. دايما تبهرني كلمة ولا أبالي. الله يغفر لك ولا يبالي، مهما فعلت ومهما أذنبت ومهما عصيت ومهما ارتكبت من حماقات وأخطاء وذنوب ومعاصي وخطايا وكبائر، الله يغفر ولا يبالي. إن عبدا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. إثارة الشهوات. حفت النار بالشهوات. إثارة الشهوات في نساء عاريات متبرجات، في موسيقى تضيع الدين، في أكل وشرب وفلوس، في خطايا ومعاصي. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما شاء الله. الله يفتح عليك شيخ فتحي. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله. الله أرحم بك من نفسك. الله أرحم بك من أمك.
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي تبحث بين القتلى حتى وجدت طفلها فألصقته بصدرها، فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: ولا يلقي الله حبيبه في النار. الله أرحم بك من أمك، الله جل جلاله أرحم بك من نفسك. الله يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. ربنا بيقول لك أنت ضعيف وأنا أريد أن أخفف عنك، فلما تشق أنت على نفسك؟ أنت عمال تشدد على نفسك وتتعب نفسك وتودي نفسك النار، والله يقول لك توب توب وأنا أغفر لك. كما ذكر أن رجلا مقيما على امرأة يزني بها ويقول: يا رب اغفر لي، فيقول الله: أقلع عنها وأنا أغفر لك. أقلع عن الذنوب وهو يغفر لك. توب وهو يتوب عليك. استرحمه وهو يرحمك، وهو يرحمك جل جلاله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لك. فقط استغفره يغفر لك، استرحمه يرحمك، تب إليه يتوب إليك، يتوب عليك، اطلب مغفرته يغفر لك. هذه آيات تدفع إلى حب الله. حب ربنا بقى، قرب منه بقى، استجب دعوته وأقبل عليه. لكن كيف؟ لا بد من شرط أصيل: الاستسلام. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. شرط. قال الإمام الطحاوي في العقيدة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. مش هتثبت كده إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون. اوعى تفكر مرة واحدة أبدا أن أحدا في قلبه إيمان ويرفض حكم الله، لا يمكن. يبقى ده زعم إيمان مش حقيقة إيمان. فلا وربك، الله يقسم ويقسم بذاته العلية جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سهل: من لم ير ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الله في شيء. لازم تستشعر كده ان حكم النبي على رقبتك، ان حكم الله فوق دماغك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اي مشكلة صغيرة او كبيرة تطلب حكم الله وحكم رسول الله، ثم بعد ما تعرف الحكم لازم هنا يقولوا من النفاق الاعتقادي بغض، النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، بغض بعض ما جاء به الرسول ولو عمل به. يعني اللي يكره اللحية ولو ملتحي، اللي يكره النقاب حتى ولو واحدة لابسة النقاب، اللي يكره تطبيق الحدود، اللي يكره الشريعة،
اللي يكره شيء ده نفاق اعتقادي مخرج من الملة. سبحان الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي حرج مما قضيت، حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. تمام الاستسلام للشريعة، تمام الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاصل وأعود إليكم، أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام. حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي في الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن استسلم لله وسلم تسليما. إخوتي، انظر إلى هذا الشاهد في الأوامر وثمرة اتباع الأوامر. احنا قلنا ويسلموا تسليما. طب شوف بقى اللي هيسلم ثوابه ايه؟ ولو أنا كتبنا عليهم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله يفتح عليك شفتي، ما شاء الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. والله إن رؤيتك أن أحكام الله هي الخير لك، بل وإن قضاء الله وقدره هو الخير لك، هو الخير لك، هو الخير لك، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كلما استسلمت كلما ثبتك أكثر، كلما سلمت كلما ثبتك أكثر. بس كده لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. أجر لدني، سبحان الله العظيم، أجر من عند الله جل جلاله. وهديناهم. هي دي القضية. دايما أقول في أصول الوصول إلى الله تعالى: عليك البداية وعليه التمام. أنت بس قرب، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. بس أنت اعمل شبر وهو يقرب لك جل جلاله. قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. بس أنت قرب 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 ولو شبر واحد، بس أنت قوم قول يا رب أنا أريد أن أصل إليك. والله جل جلاله حاشاه أن يرد من أراده. إذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب بس كده؟ لا لا، لسه كمان. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله، وحسن أولئك رفيقا. شفت بقى لو سلمت ده أنت هتبقى مع مين؟ مع النبيين والصالحين والشهداء، كل دول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا لنعم الرفقة، سبحان الله العظيم. والله الواحد بيتخيل الجنة لما يبقى في يوم تعال نزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم مع سيدنا أبو بكر، ويوم مع سيدنا عثمان، ويوم مع سيدنا علي، ويوم مع الإمام أحمد بن حنبل. الله أكبر. طب في نعيم بعد كده؟ ده ما فيش، ما مش موضوع نعيم أكل وشرب وحور عين لا لا لا، ده صحبة هؤلاء الأخيار هي النعيم بعينه، هي النعيم والنعمة. سبحان الله العظيم. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا معهم في الجنة. ولكن ماذا نفعل مع المعرضين؟ في 10 آيات كنت أتمنى أن يتسع الوقت لذكرهم. 10 آيات نزلت في القرآن لتبرئة يهودي ألصقت به تهمة السرقة. هذه الآيات من عظمة الإسلام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله لا يحب من كان خوانا. خوان كثير الخيانة، دأبه الخيانة. واحنا دايما نقول ان في امراض اذا وقعت في القلب تستجلب الشر كله. دايما نقول في امراض، الامراض دي العلاج منها الوقاية منها. لو الانسان لم يقي نفسه منها ووقع فيها ما يعرفش يبطلها. منها الخيانة. الخاين ده مريض ما يقدرش يبطل خيانة. قلنا كتير ان الخيانة مصيبتها ان اللي يدوقها ما يسلهاش. لا إله إلا الله. ادام خان هيفضل طول عمره يخون، لا إله إلا الله. مش هيبطل. الرسول قال كده، صلي عليه عليه صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وأهل النار 5 وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. تلاقي الخاين طماع، وطماع في الهيفة زي الكبيرة. الخائن الذي لا يخفى يعني لا يظهر، له طمع وإن دق. وإن دق يعني إيه؟ قل. كنا بنقول المثال إيه؟ إنك تلاقيه واقف يشتري من الفكهاني حاجة يقوم يسرق مش يحطها في جيبه. هايف، بس هو كده، هو خاين، هيخون في أي حاجة. تلاقيه يزور واحد صاحبه يقوم يبص على أم صاحبه. خاين خاين خاين، بيخون في أي حاجة صغيرة ولا كبيرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة، لأن هو ده دأب الخاين، إن الخاين ما بيبطلش خيانة. من كان خوانا أثيما. شوف، يستخفون من الناس. قول يا عم الشيخ فتحي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
العظيم. عايز اسمعها تاني. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. اسمعها تالت. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. سبحان الملك. الله معهم، الله يسمعهم، الله يراهم. ويستخفون من، عمال يستخبى من الناس. احسن حد يشوفني، احسن حد يسمعني، يتدارى، يرتبك، يرتعب. الله. وربنا شايفك ومعاك. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. واحد يبقى بيغلط، سواء ماشي مع واحدة، شاف حد يعرفه يتداري ويرتبك وقلبه يدق، أهي دي أكبر من الزنا. أهي دي أكبر من الزنا. إن هو بيتكلم في التليفون مع واحدة في الحرام، وبعدين حد دخل، الله، ما ربنا سامعك. انه قاعد يتفرج لما يكون لوحده على حاجه مش حلوه وحد دخل عليه يقوم يغير. ربنا شايفك يا خاين، يا خاين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. عمال يرتب ويجهز ويظبط. سبحان الله. عشان كده بنقول في فرق بين اللي بيعصي ربنا خطأ، ان هو وهو ماشي كل يوم يتكعبل له في ذنبين ثلاثة. في فرق بين ده وبين اللي بيدبر للمعصية ويمكر للمعصية. في فرق بين ده وده. قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أما الثاني قال سبحانه وتعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. قال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. أن يخسف الله بهم الأرض. اوعى تمكر على الله وتدبر لنفسك السيئات فيمكر الله بك ويعذبك العذاب الشديد. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. دافع عنهم أنت، لكن يوم القيامة مين اللي هيدافع عنهم؟ اسمع بقى آية، وزي ما قلت لك كده لازم النهاردة بعد الحلقة دي تحب ربنا. ومن يعمل سوءا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. مهما عملت، مهما أذنبت، ومهما عصيت، توب تلاقي ربنا رحيم غفور. بس انت توب. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا يا رب، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب، اللهم اعف عنا. يا رب. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. حلاوة طلاوة لخير الكلام، حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال، حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال.